السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد من قناتكم الكريم المغربي. عندي ليك بعض الكواليس وبعض المفاجآت اللي هتفرح كل المغاربة المحترمين اللي بيتابعونا في كل مكان، ومفاجأة تنظيم كأس العالم 2029، كأس العالم للأندية. بعض الناس وبعض الجزائريين وبعض الناس اللي كانوا متضايقين ان المغرب تم قبول ملف تنظيم كأس افريقيا 2028، فجأة الاتحاد الدولي بقيادة انفانتينو بيضرب الاعلام الجزائري، بيضربه في مقتل، وبيوافق ان المغرب تكون من ضمن المرشحين بشكل قوي. يعني كمان ملفها بقى اقوى من ملف امريكا. بعض الناس اللي كانت بتقول كأس العالم 2029 هيقام في امريكا، ولكن المغرب دخلت بقوة. المغرب دخلت بقوة بعد الشكل التنظيمي العالمي. ما اقدرش اقول اي حاجه غير شكل تنظيمي عالمي عامله المنتخب او عامله المغرب بقياده بقى فوز الاقجع مع سمو الملك محمد السادس مع ولي العهد. عاملين شكل تنظيمي اكثر من رائع، حاجه محترمه تليق بالمملكه المغربيه، شغل احترافي على اعلى مستوى. ما كانش الكلام ده هنلاقيه في امريكا ولا هنلاقيه هنا ولا لا، المكان ده موجود في المغرب. فالمغرب مقدمه بطوله تنظيميه على اعلى مستوى، خلت الفيفا يفكر طب ليه ما نوديش، يعني ما نلعبش كاس العالم للانديه في المغرب، بما ان المغرب مقدمه بنيه تحتيه او عندها بنيه تحتيه على اعلى مستوى، وعندها شغل تنظيمي وجماهير، وعندهم يعني حضور جماهيري على اعلى مستوى، وعندهم شكل احترافي، يعني حاجه 10/10. واحنا عايزين نطلع ببطوله محترمه زي كاس العالم للانديه، بطوله طبعا من اخر نسخه، بطوله استثنائيه. هي بطوله استثنائيه وهتكون فيها بقى انديه، يعني عدد كبير من الانديه، وبطوله هتكون غاليه جدا. فليه ما نلعبش بطوله قويه زي دي في المملكه المغربيه بعد التطور الكبير اللي وصل له المغرب بقيادة فوزي لقجع وبقيادة طبعا سمو الملك محمد السادس؟ حاجة محترمة جدا جدا جدا. ده بالإضافة إلى ملف تنظيم كأس أفريقيا 2028. كل القصة والحكاية والرواية عملت حالة من الغليان عند الجمهور الجزائري غير طبيعي. الجمهور أو الإعلام، بتكلم على الإعلام الجزائري، طالع هيتجنن، هيتجنن على الهواء مباشرة. الغل طالع مش طبيعي. الغل عند الإعلام الجزائري غير طبيعي وغير مسبق. كم من الحقد والغل، اللي هو انتوا ازاي هتخلوا المغرب تاخد 2026 وكأس افريقيا 2028 وتنظيم كأس العالم؟ ده انتوا ده هتجننونا. الجزائر او الاعلام الجزائري هيتجنن، هيتجنن بعد كم من التنظيمات والبنية التحتية الرائعة اللي وصل لها المغرب. حاجة فوق الخيال، فوق الخيال. مقدمه الاعلام او مقدمه طبعا المغرب بقياده فوزي لقجع، اللي نقل الكوره المغربيه في حته بعيده تماما تماما عن اقرب منافسين. المغرب دلوقتي بقى منافس للكره العالميه، بينافس اقوى المنتخبات واقوى الدول في العالم من الناحيه التنظيميه ونفس الوقت من الناحيه الفنيه. مش هنتكلم بقى عن اللعيبه، لا، المغرب دلوقتي رابع عالم، مش هقدر اقول لك غير كده. فكل التوفيق للمغرب، وباذن الله ياخدوا كأس العالم للأندية اللي هتكون ضربة موجعة. كأس العالم للأندية إن شاء الله لو تم قبول يعني الملف عن أمريكا، هيكون ضربة موجعة للجميع. كل اللي هيتحرقوا هم الإعلام الجزائري، هيلاقي فرحة من العرب جميعا ومن القارة الأفريقية اللي بتعشق المغرب، ولكن هتلاقي كره عند الإعلام الجزائري اللي ما بيبصش على تطوير نفسه. لا، أنا ببص على المغرب، مش عايز المغرب تتطور فقط لا غير. هو ده الهدف أو هو ده التفكير اللي بيفكروا فيه، اللي أنا مش عايز المغرب تسبقني. هي المغرب مش شايفاك. الناس اللي في الجزائر لازم يفهموا، او الاعلام الجزائري لازم يوصل له الصوره كامله. المغرب مش شايفاك. المغرب مركزه على شغلها، بتطور من نفسهم. البنيه التحتيه بتاع المغرب كل يوم بتبقى افضل لافضل لافضل. ده شغلهم وده تركيزهم، اللي انا اطور من ذاتي، اطور من نفسي، ده الفكر. فكل التحيه وديما مغرب، ديما مغرب، كل التحيه والتقدير.
لاخواتنا المغاربه اللي عاملين شكل تنظيمي. نتمنى نلاقي منتخب مصر بنفس الشكل، نتمنى نلاقي الملاعب المصريه او البنيه التحتيه في مصر بنفس الهيكل ونفس التنظيم ونفس الشغل الاداري اللي على اعلى مستوى. نتمنى نلاقي فوز لقجع بس مصري. نتمنى نطلع النسخة أو التجربة المغربية دي نطلعها هنا في مصر، هتبقى حاجة بالنسبة لنا، هتبقى يعني تجربة ناجحة جدا. يعني احنا كمصريين مع بعض في الشارع بنتمنى يكون في عندنا واحد زي فوز لقجع يجي ينسف الرياضة ويبدأ على نظافة. يبقى الهدف الأول والأساسي والوحيد هو تطوير الكرة المصرية، زي قوي المنتخب، زي ما فوزي لقجع عمل، طور الكوره، خلى المنتخب هو اقوى عنصر في اللعبه وليس الانديه. مع احترامي الكامل لكل الانديه المغربيه، ولكن المنتخب هو الاساس عند المغرب، وده المفروض يحصل، وده المفروض يبقى موجود عندنا في مصر هنا. كامل الاحترام والتقدير لكل الانديه المصريه، ولكن المنتخب هو العنصر الاساسي، هو اللي معمول عليه اللعبه، هو اللي بيخلي شكل الدولة وشكل الدوري قوي. لما نلاقي المنتخب بتاعك مرعب، معنى كده اللي انت عندك محترفين على اعلى مستوى، عندك كورة، عندك دوري محترم، عندك حاجة تنظيم ومنظومة مقدمة لك المنتخب المرعب ده. زي ما بنتكلم عن المغرب، كل الاحترام والتوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله امام تنزانيا، ويقدر يفوز على المنتخب التنزاني اللي بصوره كبيره الحارس الاساسي للمنتخب التنزاني لن يشارك في المباراه. يعني خبر مفرح لاخواتنا المغاربه، الحارس الاساسي للمنتخب التنزاني لن يكون مشارك في لقاء المغرب في دور ثمن النهائي. حتى لو كان مشارك مش فارقه كتير، المغرب مركزين على اللي هم يكسبوا، ايا يكن بقى مين اللي مشارك مين اللي مش مشارك، المغرب يلعب من اجل الفوز. كل المحبه والتقدير والاحترام لاخواتنا في المغرب، ان شاء الله باذن الله يكون الفوز على تنزانيا باذن الله من نصيب المنتخب المغربي. عايزين نشوف فرحة المغاربة، عايزين نشوف المغاربة هم بيفرحوا. كلنا بنحب المغرب، وكلنا كمصريين هندعم المغرب أمام المنتخب التنزاني المحترم، وليه كل التقدير، ولكن حبنا وتقديرنا هيكون وتشجيعنا هيكون للمغرب العظيمة والكبيرة. نكتفي بفيديو النهارده. اتمنى لو الفيديو نال اعجاب حضراتكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد. شكرا لكم.